العلوم الكونية، العلوم الرياضيات، ماثيماتيك، هم الذين يفهمون الدين يعني. ولا زالت بعد الروايات حول الإسراء والمعراج خزعبلات يرويها الناس. لن أتبع الألباني، لن أعبد الألباني، لا أعترف بالألباني. وأن الإنسان إذا تنحى عن شرع الله عز وجل ولو قيد أنملة فإنه عياذا بالله سيقع في الطغيان وفي الظلم والجور. لذلك هنا يبين رحمه الله أهمية اتباع السنة. حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أنها أحاديث صحيحة، أحاديث رويت عن رجال ثقات، يعني أن هذا الدين لا ينبغي أن ينقل إلا بهذه الطريقة التي آتت أكلها، وهي طريقة معتبرة عند أهل العلم، مما تبين أهمية الإسناد وتبين مكانة الإسناد. وهذه أمة اختصت بهذا الشرف من بين سائر الأمم، فالله عز وجل حفظ عليها دينها، حفظ القرآن وحفظ السنة باش بالأسانيد. فكان يختار ويوفق لهذا الباب الرجال الثقات، العلماء الأفذاذ، النجباء الأذكياء، فيحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغونها لمن كان في مثل درجتهم من الحفظ والتثبت، وهكذا إلى أن يصل الحديث إلى الأمة. ثم يأتيك كسير وعوير وثالث ما فيه خير فيقول شنو علم الحديث قاع؟ علم الحديث لا يعرفه الجهال، الجهال لا يعرفون قيمة علم الحديث ولا يعرفون قيمة العلوم الشرعية أصلا، ولا يعرفون قيمة العلماء. إنما يعرف الفضل لأهله أهل الفضل، إنما يعرف الفضل لأهله ذووه. أما من لا علم له بشرع الله عز وجل ولا بكتاب الله تعالى ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بما بذله العلماء رحمة الله عليهم وجزاهم الخير والجزاء الأوفى عن هذه الأمة، فإنه لا يعرف يعني قدر العلماء ولا يعرف قدر العلم. من أعظم وأصعب العلوم علم الحديث. قد يفني العالم أياما طويلة بل أشهرا في تصحيح حديث واحد، في تصحيح حديث واحد. الشيخ الألباني شحال من مرة تلقاه تيقلب على شي راوي، تلقاه في شي إسناد وما معروفش ذاك الراوي، تيبقى يبحث ويبحث. والشيخ الألباني صحابو ياك ما تيمشي يدخل تيدير جوجل فلان الفلاني تيطلع عليه ويكيبيديا طقطق بالزربه تيكتب مجلدات. واحد المكتبه قداشنا هي مجلدات ضخام، يبدا بعد الرف من الراس حتى للراس، ويعاود يمشي للرف الاخر باش يلقى ترجمه تاع ترى ويشوف واش ثقه ولا ماشي ثقه، ويشوف واش تيحفظ مزيان ولا ما كيحفظش مزيان، باش يقول لك هذاك الحديث راه صحيح ولا ضعيف. ماشي هما دابا سبحان الله العظيم يسحبوا الناس هادشي ساهل. تجي واحد الكتاب كتلقى رواه ابن ماجه وصححه الألباني، عرفتي ديك صححه الألباني شحال تعتمر فيها أو ضعفه أو حسنه كثير تاع المرات الشيخ رحمة الله عليه وغيره من المشايخ. ولكن ذكرنا الشيخ الألباني بالضبط لأنه طعن فيه ذاك المسخ تاع محمد الفايد الذي حرفته تاع الطرد، بعد شويه بدا يتصار على سياده وتطعن في العلماء وتطعن في صفوة القوم ونقاية الأمة. شي الأمة لا غربلتيها بيطيحوا منها العلماء، هما التغربيله تاعت الأمة يطعن فيهم بحال هذا. طعنت في عالم اللي فنى عمره من صغره هو تيقرا في الحي التامات وخدم الأمة بواحد الخدمة اللي ما خدمهاش شي واحد منذ قرون مديدة، واعترف له العلماء بالفضل بل قالوا أنه مجدد هذا العصر، وتجي أنت ما عندك حتى وزن في الأمة وتجي تطعن فيه. هذا الشيخ هذا الإمام الألباني رحمه الله كان تيتكلم لا ترجمة ديال واحد الراوي قال لك ولقد عليكم السلام ورحمة الله، قال لك ولقد تعبت تعبا شديدا في البحث عنه فلما وجدت ترجمته سجدت شكرا لله تعالى. تأمل باش يلقاه يا راوي وشحال من الرواة تاع الأحاديث ترى بالألوف، يعني راه خدموا الأمة خدمة عظيمة، ولكن الله المستعان لا يعرف قدر الشيء إلا من كان يعني على خير. لا يعرف قدر العلماء إلا العلماء وإلا الصلحاء والأفاضل من الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالقصد إخواني الكرام أن علم الأسانيد حفظت به الأمة وحفظ به الدين، ولولا علم الأسانيد لضاع القرآن ولا ضاع القراءات ولا ضاعت كل العلوم.